لماذا نحن هنا؟ سؤال صعب. بس دقيقة صحيح، هو فعلا سؤال صعب. تخيل كده وانت قاعد زي ما بتقعد كل يوم كده الساعة 3 الفجر على سريرك وانت باصص في الحيطة، قلت لنفسك وانا كل يوم هصحى بدري واروح الشغل وارجع انام واليوم يعيد نفسه مرارا وتكرارا، بس بجد يعني وانا موجود هنا ليه؟ يعني فعلا سؤال صعب. وانا عايش ليه؟ وانا موجود في كوكب الارض ده ليه؟ وانا موجود في الحياة ليه اصلا يعني؟ وهلو عزيزي البرو، ايه الاخبار؟ اتمنى تكون بخير وفي افضل حال. لو انت ما تعرفنيش فانا عاصم درويش وفيديو جديد بعنوان لماذا نحن هنا. في البدايه يا عزيزي البرو انا عايز اتفق معاك ان الاجابه انا مش هخترعها ومش هجيبها من دماغي، تمام؟ لان الاجابه موجوده من 1400 سنه. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. استنى بس ما تقفلش الفيديو، استنى بس كده واستهدى بالله. انا مش طالع اقول لك خطبه الجمعه ولا جاي اقول لك سيب دنيتك واقعد في الجامعه 24 ساعه، لان احنا زي ما احنا متفقين مع بعض انا مش شيخ، انا شخص بيحاول يستقيم، فانا زيك يا عزيزي البرو. الفكره كلها وما فيها ان احنا لما بنتوه او مش بنلاقي اجابه لاسئلتنا بنرجع للاصل اللي هو القران وسنه. مهما كان ايمانك ايه، مهما كنت حالك ايه مع ربنا، انت برضو بترجع للاصل. فالاصل بيقول: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. لكن المشكله يا عزيزي البرو ان احنا فاهمين كلمه يعبدون غلط تماما، او فاهمين نص المعنى والباقي لا. لاننا باختصار يا عزيزي البرو حصرنا العباده في الشعائر زي الصلاه والصوم والزكاه وغيرها من الشعائر، ودول طبعا اساسيات لا خلاف عليها، لان الشعائر تعتبر العواميد اللي شايله المبنى، من غيرها المبنى يتهد ويقع. لكن الفكره هنا هي ان المبنى نفسه فين؟ ربنا سبحانه وتعالى لما خلق سيدنا ادم قال له ايه؟ اني جاعل في الارض خليفه. خليفه يعني مسؤول انه يعمر الارض دي. يعني ايه؟ يعني مذاكرتك عشان تجيب تقدير عباده، سعيك ان انت تطور من نفسك فبتتعلم مجال سواء كان المجال ايه عشان تقدر تكسب منه بالحلال، دي عبادة. انك تهتم بصحتك وتلعب رياضة عشان تحافظ على جسمك عشان يقدر يفيدك في العبادة، ده حد ذاته عبادة. طموحك ان انت تكون انسان ناجح ومؤثر وبتفيد الناس، ده برضه عبادة. طب الفرق فين يا عزيزي البرو؟ الفرق كله في كلمة واحدة بس، ألا وهي النية. يعني انت لو بتشتغل عشان الفلوس بس فانت هتاخد فلوس بس، لكن لو انت بتشتغل عشان تعف في نفسك وتفيد غيرك وتعمر الارض زي ما ربنا امرك، هنا بقى الشغل بيتحول لعباده بتؤجر عليها. ففي المره الجايه يا عزيز برو لما تسمع اغنيه لماذا نحن هنا، قول لنفسك: انا هنا عشان اسيب اثر، انا هنا علشان اعمر الارض، انا هنا علشان اعبد ربنا بصلاتي وبشغلي. وهنا تنتهي حلقتنا اليوم. لا تنسى يا عزيزي البرو لايك سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان اول ما الفيديو الجديد ينزل يجي لك على طول يا عزيزي البرو. اراك على خير.